السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأتم صحة وأحسن حال. قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي وتذكر الله، ألا بذكر لا تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب. وما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو تشتركي في القناة وتدوسي لنا لايك، وبالله عليكم بقى يا جماعة تشتركوا في القناة وتدوسوا لنا لايكات حلوة كده زيكم. طبعا بقى النهاردة حبيت أصور معاكم روتيني عند الطيور. بصوا بقى هنا اللهم صل على النبي، باركولي بقى على مشروع جديد الأرانب. بصراحة أول مرة أربي الأرانب، بس معروفة تربية الأرانب حلوة ما شاء الله، كلها رزق بقى كده وخير. طبعا بقى يعني اللي مجرب تربية الأرانب إنها حلوة وفيها مكسب مربح يا جماعة. تمام، فقلت بقى نجرب بقى تربية الأرانب. وهنا بقى جبت أرانب زي ما انتم شايفين كده، اشتريتهم من واحدة كانت تربية بيت يعني. بس لما تكون يعني جايبة حاجة من حد مضمون فما بتخافيش. أنا بقى جبتهم من واحدة كانت مربياهم عندها في البيت ما شاء الله يعني. بس زي ما انتم شايفينهم كده، حطت لهم بقى عيش ناشف، بياكلوا بقى اي حاجه، عيش ناشف برسيم، بيحبوا يعني العيش الناشف والبرسيم. ولو في علف ارانب بتحطي لهم عادي، حط لهم عيش ناشف، حط لهم ميه. وفي الجو الحر ده بيحبوا الميه جدا. واهم حاجه الارانب من الحر طبعا تحطيها في مكان يكون حلو. انا حطاها هنا في اوضه وقافله عليها يعني عشان خاطر الشمس والحر. طبعا بقى هنا واكلنا الطيور زي ما انتوا عارفين، باكل معاكم الطيور. اكلتهم وحطيت لهم بقى الميه. اهم حاجه الميه في الحر ده يا جماعه، ميه كتير للطيور، اكتر حاجه الميه. بتغير لهم طبعا مكان اللي بيشربوا فيه ده على طول، بتنضفيه وتحط لهم ميه جديده. طبعا بقى وريتكم فجأة تاني. هنا البطة بتاعتي ما شاء الله باضت زي ما انتم شايفين كده. عندي بطة بلدي، وكانت يعني كنت عايزاها ترقد فاديها باضت، لقيتها بايضة ما شاء الله، اتفاجئت اللهم صل على النبي. طبعا بقى وطبعا هي بايضة في الشمس، فأنا حطيت لها البرميل كده زي ما انتم شايفين دوت، قفلت عليها يعني، ضللت عليها. وهنا بقى حبيت اوريكم شجرة البرتقال اللي عندنا، زكيتها معاكم ووريتكم بقى ما شاء الله كلها مطلع يعني ما شاء الله. وريتكم البرتقال زي ما شايفين. وهنا بقى البيض ده رزق النهارده، رزق اليوم من عند الفراخ. وطبعا بقى جبت كمان فراخ بلد صغيرة وبط صغير. طبعا البط بقى كبر نقلته مع الفراخ، مع الفراخ الكبيرة زي ما انتم شايفين. خلاص بقى يعني هم كبروا بقى كده يعني كبروا معايا بقى وخلاص بقى كنت بقى احطهم مع الفراخ. وهنا جبت بقى بط صغير تاني اهو. يعني بجيب بط صغير. طبعا انت طالما متعود على تربية الطيور، فانت اول ما البط يكبر عندك فبتجيبي بط تاني عشان ما بتقعديش تستني يعني. اول ما البط يكبر فانت بتكوني جايبه تاني صغير زي ما انت شايفه كده. انت بقى متعوده على تربية الطيور وبتذبحي من البيت، فما بتقدريش يعني تشتري حاجة من بره. فبس ده قصدي يعني. وديوك بلدي برضو اشتريتها كده كبيرة. هي طبعا العمر يوم بتبقى أحسن لأنها الكبيرة دي بتبقى أغلى، العمر يوم بتبقى سعرها كويس. لكن أنا بقى جبت الديوك دول عشان هم فرز ديوك يعني، أنا كنت عايزة ديوك فجبتهم كبار. طبعا الديوك برضو في التربية بتاعتها بتبقى حلوة جوي عن الفراخ البيضة، بتذبحيها وبتبقى حلوة. البط والفراخ البلدي بيبقوا حلوين، الديوك يعني بيربوا معاكي برضه أوزان. لكن الفراخ البيضة متعبة في تربيتها زي ما انتوا عارفين يا جماعة. وهم بقى الفراخ البيضة اللي متبقيين عندي زي دايما بوريهم لكم كده يعني. هنا نضفت تحتيهم من العشة بتاعتهم، دايما بنضف تحتيهم. وحاطط لهم الأكل والمية اهو. هنا بقى حاطط لهم المية قدامهم برضو، أهم حاجة المية يعني. طبعا هنا بقى برضو بقفل عليهم العشة كويس، بغطيها بقى
بخشب وحطيت بقى اشوله كده. انت عندك اي حاجه بتغطي العيش، اهم حاجه تغطي العيش كويس. طبعا هنا بقى برضه حبيت اوريكم الارانب تاني يوم يعني. ما شاء الله هنا بقى برمي لهم برسيم زي ما قلت لكم. ما شاء الله اول ما شافوا البرسيم اتلموا عليه على طول. هنا بقى بيجروا على الاكل وبياكلوا. هما بقى بيحبوا البرسيم اكتر حاجه الارانب. طبعا هنا بقى اللهم صل على النبي. هنا اللهم بارك. وبس ده يكون فيديو النهارده بتاعي. حبيت بقى اعمل لكم اعمل لكم روتين عند الطيور. وبتمنى الفيديو يعجبكم اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وتشتركوا في القناه وتدوسوا لنا لايك وتكتبوا لنا كومنت حلو منكم كده. بس وبس كده خلاص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس بقى منظرهم حلو كده وهم صغيرين يعني وبياكلوا كده. ما شاء الله. وما تنسوش يا جماعة أهم حاجة اللايك. اللايك بالله عليكم هيرفع الفيديو. هنا بقى المية زي ما قلت لكم أهم حاجة المية. طبعا بيحبوا يشربوا مية كتير. هم بقى لهم عندي كام يوم بقى، فأنا بقى عرفت يعني إن هم بقى بيحبوا يشربوا مية كتير وكده يعني. وطبعا الجو حر، أهم حاجة في أوضة كده تكون مقفولة زي ما انتم شايفين. أنا حطاهم في أوضة مقفولة.